اليوم دعونا نتحدث عن سرطان البروستاتا. إنه واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال في جميع أنحاء العالم، ولكن بطريقة ما في الهند. لا نتحدث عن سرطان البروستاتا كثيراً. أي رجل يزيد عمره عن 50 عاماً أو شخص لديه تاريخ عائلي مع السرطان يكون في خطر مرتفع للإصابة بسرطان البروستاتا. في حالة سرطان البروستاتا قد يعاني الرجال من أعراض بولية مثل صعوبة في التبول، الحاجة للتبول بشكل متكرر، وجود دم في البول، أو مجرد شعور بعدم الراحة في أسفل البطن. لكن في العديد من الحالات قد لا يعاني المريض من أي أعراض على الإطلاق، ولهذا السبب يصبح الفحص الصحي المنتظم ضرورياً للغاية. اختبار دم بسيط، وهو مستضد البروستاتا النوعي BSA. مع فحص البروستاتا يمكن أن يكون له تأثير كبير. بمجرد تشخيص سرطان البروستاتا لا داعي لفقدان الأمل. لدينا خيارات علاج متعددة مثل الجراحة، الإشعاع، العلاج الهرموني، العلاج الكيميائي، والعديد من التطورات الأخرى. هنا في مركز أبولو للسرطان كجزء من فريق نختار ما هي خيارات العلاج المناسبة لمرضانا حتى يكون لديهم فرصة أفضل للبقاء ومسار للتعافي.